إيهاب المالكي هذا فحل وبطل إلى أبعد درجة. خيال القصيدة بأكثر من مكان. كلش أحب تجربته الشعرية. كلش أحب أداءه وطريقة كتابته. وكنت حتى من نويت أن المسابقة العراقية، حبيت المسابقة اللي قبلها كانت المسابقة هو أخذها وكان يستاهلها، فحبيت تجربته وطريقة اختياره للقصائد بالمسابقة كمسابقة. حلو. فكلش حبيت تجربته. مشيت على نفس الخطوات؟ مو نفس الخطوات بس حبيت تجربته. حلو. بس كلش أحبه، أحب شعره، حتى مرات من نضوج أنا أستمع لإيهاب المالكي. لأن شاعر، وبعيدا عن الشعر أنه هو إنسان صاحب عزوبية فائقة، أبو ملقى، كل الصفات الطيبة تلقاها بهذا الشخص. متقاربين من بعض أنتم؟ إيهاب يعني شلون ما تقول صديقي يعني مقرب. بغض النظر عن صداقة نحكي عن الشعر، اكو تقارب بينك وبين الشعر؟ اكو اكثر انه مكان انه تدخل له يقول لك انا اسمع الحدى واسمع ايهاب المالكي. حلو. لحكم انه شوفوا هم شلون يشوفون، بس انا كلش احبه، وحتى لو ان كان تقارب انه بيني وبين ايهاب انا اتشرف لان هذا ايهاب. اكو تقارب بطريقة الالقاء حتى لا بعيد طريقة الإلقاء. يعني أكو ناس ذو اختصاص، يعني ميمون خالدي مو جاي عن فراغ. تمام. يقدر انه فشل اكثر من شاعر، قال له انت تقلد فلان، انت تقلد فلان، انت مو يمها، انت هيك انت هيك، يعني يقدر يقول لي انت تقلد. انت تخشن صوتك لو هو خشن؟ مو انا خشن صوتي، يعني انت صار لي ساعتين انا اسولف وياك وهاي عشرتك كلها اخشن بصوتي هاي تاليها. مرات القسم يقولون اكو مبالغه، يعني موضوع الحنجره خلي تقرا القصائد يشوفونها. والله خلي يجربونها. يلا نوجه التحيه طبعا لحبيبنا ابو حيدر الغالي إيهاب المالكي ويوفقه وينصر على اعدائه. تحياتنا لابو حيدر حبيبنا، وان شاء الله يكون يعني ضيف برنامج توارد في الحلقات القادمه. خلينا ننتقل لصوره اخرى.